السلام عليكم. أهلا بكم على قناتي، وشكرا لكل اللي بيدعموني، وشكرا لكل اللي بيتفرج على فيديوهاتي. أشكركم جدا. عامل لكم النهاردة حاجة بسيطة كده بس بمناسبة الشتاء، ازاي تخزني السلق والقلقاس صح. الطريقة دي أنا متعلماها من أمي بقى من أكتر من 60 سنة. الحقيقة يعني أنا معلش كتير ما بشوفش، ما بشوف فيديوهات السلق والقلقاس بلاقيهم بيعملوا حاجات مش مظبوطة. أولا الورق بتاع السلق زي ما شفتوا بنسلته كده من على العود كله، مش بنمسكه نقطعه، لا لازم العرق ده لازم يتشال خالص. بعد كده بنمسك بقى الورق الصافي بتاع السلق وبنقطعه. عملية انك انت تقطعي الورق السلق ومعاه العرق بتاعه، مهما ضربتيه في الكبة او عملتي اي حاجة فيه بعد كده بيفضل زي ما هو. المهم عندي هنا، انا هنا عندي عملت 4 حزم سلق، فعملت لهم راس توم. حطيت الثوم وقلبته شويه كده ياخد لون بسيط قوي. انا مش عايزه اغير لون الثوم عشان ما يغيرليش لون السلق بعد كده. خد لون ذهبي بسيط قوي اهو زي ما انتم شايفين كده. ابتدي بقى احط السلق واقلب. انا طبعا كنت حاطه سمن بلدي، ونقلب بقى كويس، وهوطي بقى النار واسيبه يدبل. برضو انا مش هحمر السلق، انا بس هخليه يتشرب كده من السمن كويس ويدبل قوي، ولغايه التوم ما يطرى معايا. هسيبه بقى على نار هاديه ونشوف السلق هنعمل فيه ايه. احسن حاجه انك انت تنقي السلق يكون بنفس الحجم. هتجيبي كميه قليله، هاتي بقى تجيبي واحده كبيره او 2 كبار. يعني ما تجيب وانت بتوزني، ما تجيبيش واحده كبيره واحده صغيره، لان سوى دي غير سوى دي، لأن عن تجربه صدقوني والله عن تجربه. انا جبت هنا 5 سلقات حجم وسط. المهم يكون كله بنفس الحجم. اهم حاجه غسلتها كويس في الاول، بعدين نشفتها، بعدين قشرته. وانتي بتقشري وانتي بتستخدمي اي حاجة ليها علاقة بالقلقاس تكون ناشفة تماما، ما فيهاش اي نقطة سوائل ولا مية ولا اي سوائل. بعد ما قشرت السلق القلقاسة، مسكت فوطة نظيفة ونشفتها كويس جدا. بعد كده قطعتها زي ما شفتوا حلق، والحلق قطعته مكعبات. انا هنا حطيت بقى 4 لكل قلقاسية هم 5 ليمونات، عصير 5 ليمونات. واقلب كويس قوي بقى الليمون في القلقاس. مفيش هنا نقطة مية خالص، ولا تغسلي السلق ولا تعملي القلقاس قصدي، ولا تعملي فيه اي حاجة. كله اتقطع على الناشف جاف جدا، مفيهوش اي نقطة مية، بس الليمون. حطيته هنا بقى في اكياس ودي طريقه بقى جديده عشان الاكياس ما تاخدش عندي مكان في الفريزر. جبت شاليمو واحطه كده في الكيس، وابتدي اشفط الهواء اللي جوه الكيس، اشفط الهواء كويس قوي. شايفين؟ تحس ان السلق كده ناشف، يعني مفيش هواء من جوه والكيس ناشف خالص، مش طري كده. زي ما شفتوا انا بحط الشاليمو جوه الكيس وبلف الكيس عليها علشان ما تديش فرصه للهواء انه يدخل تاني. وانا بشفط طبعا، انا لاني كبيره نفسي بيبقى ضيق، فبشفط وبعدين بلساني بسد فتحه الشاليمو اللي انا بشفط منها علشان، وبعدين باخد نفس تاني وابتدي برضو اشفط لغايه ما اخلي. شايفين الكيس عامل ازاي؟ الطريقه دي ما بتخليش فيه اي هوا جوه الكيس، لان الهوا طبعا لو كان جوه الكيس الهوا فيه بخار ميه، فالبخار ميه لما بيتجمد جوه بيتكثف وبيتحول لتلج. ده اللي بيخلي فيه قشور تلج في الخضار وانتي حطاه في الفريزر.
فالطريقه دي لما تيجي تفكي بقى تاخدي الكيس وتحطيه في الشوربه وهي بتغلي لا يمكن يكون فيها اي تلج. انا هنا وريتكم او لاحظتوا ان بدوس على الثوم طري، معناها انه استوى. فانا هنا تلاحظوا انه لونه زي ما هو او واخد اللون الذهبي البسيط، والخضار بتاع السلق زي ما هو. حطيته بقى في الكبه بتاعت الفود بروسيسور واضربه بقى، اضربه كويس. يا رب يكون الفيديو ده يفيدكم في طريقة حفظ السلق والقلقاس في الفريزر عشان لما تيجي تستخدموه. هنا هتحسي ان السلق لونه فتح شوية طبعا من السمنة اللي موجودة، لكن ما تقلقوش. انا هنا بحطه بقى في علبة وهشيله في الفريزر مع القلقاس. لما هتيجوا تحطوه هبقى اعمله مرة ليكم، هيرجع لونه اخضر تاني حلو قوي.